السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخي الصغير. نتمنى تكونوا على خير وبعد غياب طويل اللي كنتمنى انه ما بقيش يكون ان شاء الله. رجعت ان شاء الله، غادي نرجع للقناة وبوصفات جديدة ان شاء الله. كان توقف، كان على حساب ظروف اللي ما كانتش خلاتني انني نكمل، ودابا ان شاء الله انا غادي نرجع. واليوم ان شاء الله كما كتشوفوا رجعت بوصفة آسيوية. إن شاء الله غادي نصاوبوا لي سوشي بطريقة سهلة بسيطة، طريقة اللي غادي يقدر يديرها أي واحد في الدار كما كتشوفوا. إن شاء الله فيها مكونات بسيطة جدا، مختلفة، وكاع المكونات اللي كاينين يعني عندنا موجودين في الدار، وما غاديش نقولوا لا راه ميمكنش نصاوبوا لأن ما عندناش المكونات مثلا بحال السومو اولا بحال البيض ديال الحوت. يعني هنايا غادي تشوفوا معايا داكشي اللي درت راه متوفر وموجود في اي بيت، وغادي نخرجوا اشكال مختلفه بكميه قليله، يعني ما كنحتاجش الكميه كثيره لا من الخضر او لا حتى السمك اللي درت لداخل، بطريقة بسيطة وسهلة. إن شاء الله شوفوا معايا الوصفة والمقادير وإن شاء الله نحضروهم جميع. حتى أنا راه كي كتشوفوا راه يعني ماشي زعما مولفة كنديرهم، هذه أول مرة كنديرهم ودرتهم معكم، ولكن في الحقيقة جاو رائعين والله، رائعين البنات بصوت سميتها جيهان. يلا إن شاء الله ندوزو الوصفة والطريقة. غير هو غادي نحتاجو المكونات، غادي نديرو مراحل، ماشي مكونات عفوا، غنديرو مراحل. المرحله ديال الرز اللي خصنا نطيبوها هي الاولى، عاد ديك الساعه غادي يبقى لينا العماره والتقطاع. ان شاء الله غادي نشوفوهم جميع. ندوزو الوصفه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا الرز كما كتشوفوا، الرز ماشي كلاصي وماشي الرز العادي اللي مهرس، هذا الرز اللي حبيباتو صغير، حبيبات صغار، ماشي طويل ماشي صفر، بيض وحبة صغار. هو كاين الرز ديال السوشي اللي لقاه ياخدو، اللي ما لقاهش ياخد غير هذا الرز العادي ديال الباكيه. غادي ناخذ هنا عندي 500 غرام اللي غادي نغسلها مزيان 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 حتى ما يبقاش ليا في الماء النشا. وكي قلت لكم يكون الرز ماشي مهرس، ماشي ديال العبار، ماشي مهرس، يعني الرز حبيبات صغار. المهم غادي نغسلو مزيان، خصنا ما نخليوش فيه باقي نشا. انا غسلته تقريبا شي 7 حتى 8 الخطرات عاد، ولا الماء صافي ترونسبارو يعني كيبان. من بعد ما غسلته درتو هنايا في واحد الطنجره، غندير ليه الماء. القياس زعما تقدروا تعبروا مثلا الرز شحال عندكم وتزيدوا الماء. انا هنايا كنعبر هكا ب70، يعني الماء يكون مغطي ليا صبعي منين نحطهم فوق الرز، ما يكون مغطي ليا صبعي، هذا هو القياس. ما غنزيد ليه لا ملح لا حتى حاجه، غادي نحطو فوق النار، غنشعل عليه العافيه، تكون العافيه متوسطه. غير يبدا يغلى غادي خصني نحيدو، نقص عليه ونغطيه. هنايا من بعد ما حطيت الرز فوق البوطه، هنايا غادي نوجد الخل باش غادي نسقيه. هنا عندي خل ديال الرز راه متوفر في لي سوبر مارشي الكبار، تقريبا شي 12 درهم 11 وشي حاجه، يعني تقريبا شي 12 درهم باش كيتباع. هنا غادي ناخذ تقريبا واحد اكثر من ربع كاس، ما هو النص ما هو ربع، نتوما غادي تشوفوا معايا. غادي نفوت ربع بواحد شويه بحال الا غندير نص كاس. هنا راه خدمت معكم غير الكاس ديال العنبه باش يبان لكم، اولا تقدروا تعبروا بالمعلقه ديروا تقريبا واحد جهد شي 7 المعالق كبار، 7 المعالق كبار ديال الخل. اللي ما عندوش يدير الخل العادي، ولكن هذا كيعطي واحد البنه زايده. غنديرو في كاسرول، غادي نزيد ليه معلقه صغيره ديال الملحه كما غتشوفوا معايا، وغادي نزيد معلقه 3 المعالق كبار ديال سنيده، 3 ديال المعالق كبار ديال سنيده. غادي نخلطوهم وغادي نشعل عليه البوطه،
وغادي نخليه غير يذوب ليا. أنا بغيت ماشي غادي يطبخ بزاف اولا، غير تذوب السكر والملحه ما باقيش يبانو فقط، ونطفيه. انا ما غارديش فيه انه يطبخ بزاف كما كتشوفوا هنا. ها انتما غير ما بقاش كتبان ليا كنحرك وما كتبانش ليا الماء الملحه والسكر، صافي انا هنا طفيته وغنخليه يبرد. هنا من بعد ما الروز كي قلت لكم غير غلا طفيته وانا نقص عليه العافيه، خليتها خفيفه حتى طاب على مالو. هانتوما شوفوا هنا من بعد ما طاب انا وريته لكم تيبقاو الحبيبات ديالو هكاك مكورين، و او ميم طون الا بجغتو هكا كيتعجن، ولكن هو تيبقاو حبيباتو هكاك، يعني ماشي تيتعجن حتى ما باقيش كيبان لينا الحبيبات تاع الروز. غادي نخليه مغطي. ما هنايا لا طفيتو، غنخليه مغطي باش يرجع عليه داك الصهد ديالو واحد 5 دقائق ان شاء الله. ومن بعد غادي نعريه باش نزيد ليه الخل اللي خليت حتى برد. هنا من بعد ما خليته قلت لكم واحد يعني تيكون باقي سخون، غادي عفوا هنايا غادي نخويه في شي حاجه اللي يبرد ليا. انا خصني يدفى قبل ما نزيد ليه الخل، خصو يدفى ليا واحد شويه، ما غاديش نزيدو هو هكا باقي طايب. خصو حتى يدفى ليا عاد نزيد ليه الخل. هنا راه بغيت نخويه هنا كما شفتوا. انا خويته بردته واحد شويه صافي، غادي نزيد ليه الخل. غندير في الاول واحد شويه حتى نخلط ونعاود ثاني نزيد الاخر. يعني نحاول ملي نكون كنخلط هانتوما شفتوا نحاول ما نبجغش ما نبجغش هكا بالكوير باش كنخلط اولا بسباتولا باش كتخلطوا، ما نبجغوش بزاف. انايا ملي حركتو غادي نعاود نزيد داكشي اللي بقى ليا، الكميه اللي بقات ليا. صافي غنخليه خصو يبرد ليا تماما، ما يمكنليش نخدم به الا ما بردش، خصو يكون بارد. هنايا غادي نخليه حتى يبرد، عاد ان شاء الله غادي ندوزو للتحضيرات. بالنسبه للعماره هانتوما كتشوفوا عندي هنايا سوريمي، عندي الفرماج مربع، عندي لا دان فيمي، خيزو عندي هنايا حبه وحده اللي قطعت. هاد الحبه الثانيه هنايا باش نوريكم باش قطعتها يخرجوا لي شرائح رقاق باش ما يجيش غليظ. خياره وحده حتى هي اللي قطعت باش تعرفوا بان الكميه قليله. ولا فوكا ما باش نقطعها لان غتكحل حتى نبي نخدم بها. وواحد شويه ديال الطون. هذا الورق تاع النوري راه كاين في لي غون سيرفاس تاع ورق كيتباع تقريبا شي 14 درهم، ما بين 14 و 17 ما عقلتش بالضبط. وهنايا عندي هذيك الحصيره درت ليها غلفتها باش ما تكرفش وباش تجيني سهله في الخدمه. بالنسبه للورق النوري نتوما كتشوفوا عندنا فيه جهه بيضاء رطبه وجهه حرشه. الرطبه هي اللي كتكون لتحت والحرشه هي اللي كتكون الفوق. غنحط حدايا واحد الزلافه فيها الماء، غادي نفز كيدي وغادي نبدا نهز داك الروز، وانا كان ايطالي تمايا كما كتشوفوا. وانا كندير الماء لانه الروز كيلصق، وباش يتسهل علينا العمليه ما تجيناش واعره كما كتشوفوا ضروري ندير يديا في الماء وانا كنخدم. غادي نسرح الروز على الورق تاع النوري اللي عندنا، ونحاول ما نديرش تبقى غليظه و ميم طون ما نديرش تبقى رقيقه، وما نبداش نبجغو بزاف كما كتشوفوا. ما نبجغوش بزاف باش يبقاو ليا الحبيبات باينين، ما يتعجنش ليا الروز وفي التقطاع ما يبانش زوين. هنايا راه خليت ما قطعتش زعما الفيديو وما نقصتش منه باش يبان لكم بالطريقه باش كنخدم. يعني طريقه سهله والحمد لله انه هادشي متوفر. زعما اللي ما لقاش الحصيره يقدر يدير شي حاجه اللي بحال دوك كاينين واحد البلاستيكات كيتباعوا كيكونوا حاطينهم هكا الناس سواء فوق البوطاجي اولا كيحطوا عليهم الماعن اولا المهم معروفين نقدروا تستعملوها. يعني الا ما كانتش هذيك تقدروا تخدموا بها حتى هي غير كتعاون في الثنيه وكتعاون في اساسا ملي كتكوني كتضغطي عليه كتشد لك الفورما مزيان. هنا الحجبه الاولى هانتوما كتشوفوا درت شويه الخيار شويه تاع خيزو. هنا العماره تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو ماشي بالضبط لانه الصينيين كانوا كيديروا فيه الحوت ما طيبش.
من بعد الكوريين دخلوا فيه بزاف ديال الحوايج بحال كيشتو لا دان فومي، بحال هما دايرين البيض، يقدروا داروا البيض اومليط كيديروه حتى هو، كيديروا الخضر سوتي، يعني دخلوا فيه بزاف ديال الحوايج وهما اصلا ما تيقطعوش هكاك. الكوريين ولاو تيشدوا بحال ساندويتش وكياكلوه. المهم يعني عندكم الاختيار في العمارة. هنا زدت شوية الفرماج كيري اللي مربع اللي عنده ديال الدهن يقدر يديرو، يعني تيبقى لكم الاختيار. انا هنايا بغيت ندير شي حاجه اللي بسيطه وشي حاجه اللي متوفره عند اي واحد. هنايا كما كتشوفوا معايا كنشد شويه الرز وكنجرو تما، كندير بحال الصاقه باش كيلصق ليا كما شفتوا، هي باش يلصق ليا مع الورقه الاخرى. كاين اللي ما كيدير الماء، واحد شويه الماء، انا كنفضل كندير هكاك الرز كيلصق مزيان. هنايا من بعد ما زيرتها غادي نغلفها بالسلوفان وغنحطها في الثلاجه حتى نسالي الكميه اللي عندي. كما تشوفوا الطريقه راه بسيطه، زعما ماشي شي حاجه اللي واعره، غير شويه ديال الخاطر وصافي. هنايا غادي نعاود المره الثانيه، هذه الثانيه. كما كتشوفوا هذوك الخطوط راه عندنا حنا كنديرهم افقيين، ما كنديرهمش مايلين هكا عرض، كنخليهم واقفين. الخطوط اللي كاينين في الورق تاع النوري صافي غندير بنفس الطريقه وانا كنسرح يديا. هنايا من بعد ما كملت باش ما يجيش الفيديو طويل غادي نعود نقص شويه من الفيديو ديال الرز. هنايا غادي نعاود نحط شويه ديال الفرماج تيبقى اختياري، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش. انا علاش درتو لانني ما كنبغيش لاصوص باش بحال هكا ندير السوشي في لاصوص كتجيني مجهده، كنفضلها كيكون واحد شويه الفرماج باش تجي شويه فيها تجي شويه ما تجيش ناشفه. هنايا كنزيد شويه تاع لافوكا، شويه تاع السوريمي. لافوكا كي قلت لكم ما تقطعوهاش حتى تبغيو ديروها في الاخر. مازال هذه ديال الداخل ما غاديش تاكسد لان الرز فيه الخل، ولكن ديك باش غنزينو الفوق ما تديروهاش حتى لاخر لحظه. صافي تقدروا تحمروا كي قلت لكم زعما بزاف الحوايج تقدروا ديروا فيه كي قلت لكم لومليت، شامبينيون، يعني راه دخلوا فيه بزاف ديال الحوايج. ما بقاش الحمد لله داك السوشي اللي معروف بانه غير تاع السمك فقط. صافي ملي تكونوا كتلويو نحاولوا نلويو وحنايا كنضغطوا عليه، ما نضغطوش بزاف باش ما تشركش لينا الورقه تاع النوري، و ميم طون ما نخليوش تاني مرخوف باش في التقطيعه تجينا سهله وتجينا مزيره. يعني ملي نكونوا كنقطعو ما يبقاوش يطيحوا لينا الطرف. انا شي وحدين راه واخا هكاك ما زيرتهمش كيف خصهم وسميتو. هذا غادي نزوقو من بعد من الفوق بالافوكا. الاولاني درتو غنخليه هكاك، هذا اللي دخلت فيه لافوكا من الداخل غنزوقو بالافوكا. نتوما غادي تشوفوا معايا هاد الرولو الثالث. هنايا غندير الطريقه ديال انني غادي نخلي الروز هو اللي غادي يكون من الفوق. انا راه كتشوفوا راه زعما كنحاول انني ما نمسحش لكم بزاف باش يبان لكم. هنايا من بعد ما ساليت كما شفتوا غنحط واحد البلاستيك غادي ندير عليه، غندير فوقو شويه نتاع الجنجلان الابيض وشويه نتاع الجنجلان عادي. الا توفرتوا على جنجلان كحل حتى هو ديروه، انا ما لقيتوش انا حدايا، كان خصني نهبط المدينه باش نجيو، يعني وليت درت غير جنجلان عادي وجنجلان ابيض. وغادي ندير بشويه وغادي نحط ورقه نوري اللي فيها الرز على الجنجلان كما شفتوا. كنضغطي شويه صافي باش يلصق داك الرز والجنجلان. هذا الزائد غادي نحيدو ونحطو في بلاصه اخرى حتى نبغيه تاني. صافي هنا غادي نعاود نحط الحشوه
اللي بغيت. غنحط شويه نتاع الفرماج كما شفتوا هنا. كي قلت لكم راه استعملت غير الفرماج مربع، وتقدروا تستعملوا اي نوع ديال الفرماج عندكم اولا تستغناو عليه. هنا غادي ندير الطون. بالنسبه للطون تقدروا تحطوه هكا او تقدروا تشدوا تخلطوه مع المايونيز حتى يولي على شكل هكا عشينه وتحطوه حتى هو كيجي زوين. انا فضلته نخليه هكا. وغادي نزيد شويه نتاع لافوكا. صافي كتبقاو كتحطوا الخضار اختيار. انا خليت فيديو باش يبان لكم باش حتى اللي بغى ياخذ فكره. الخيزو من الاحسن يتقطع كي شفتوه في شرائح رقاق باش ما يجيش صعيب. مازال الخيار كيكون ساهل في العضه. الخيزو شويه تيكون قاصح. هنا كنرولي وكنضغط عليه. صافي غادي نغطيه حتى هو بالسلوفان وغنحطو في الثلاجه بين ما نكمل. هنا عندي هذه الرابعه. غادي ندير نفس الطريقه. سرحت الرز فوق الورقه تاع النوري. هنا غادي ندير شويه نتاع البافو ولا يعني اللي عندكم. درت شويه البافو شويه نتاع مشات لي سميتو كاع غاندوشيه مي غاندوشيه تا هما درتهم باش نزوق بهم باش يعطوني داك لي فيه هكا كحل شويه لانه ما لقيتش الجنجلان كحل. صافي وغادي نحط الحشوه اللي متوفره عندي. شويه تاع الفرماج شويه تاع السوريمي شويه ديال يعني تقدروا تحطوا اللي بغيتو. غنخلط شويه تاع لا دان دو فيمي ونزيد شويه ديال الخيار. صافي غادي نجمعو ونضغط عليه وكيولي عندنا رولو اخر بشكل مغاير وبحشوه مختلفه. وحتى هو غادي نجمعو ونروليه ونحطوه في الثلاجه حتى يبرد ونكمل. هنايا عندي اخر وحده كما شفتوا. درت الروز وقلبتها. هي ما درتش فيها حتى حاجه لانها هذا الرولو غادي نقليه. هدا غادي نخلط فيه كل شيء يعني داكشي اللي بقى ليا غادي نحطو فيه كما كتشوفوا لا دان فيمي خيزو الخيار خيزو او الجزر الخيار سوريمي يعني داكشي اللي بقى ليا غادي نزيدو فيه. صافي غنزيد حتى واحد شويه ديال الطون بقى ليا من واحد شويه وغادي نزيدو حتى هو. تقدروا ديروا حتى هكا زراره هنايا تقدروا تزيدوا الزنجلان حتى هو من الداخل يعني حتى هو كيجي زوين. بالنسبه لهذا ديال الرز غادي نروليه غادي نجمعو مزيان وغنحطو جانبا حتى نصاوب ليه يعني لاصوص فاش غادي نحطو باش نقليه. كما كتشوفوا هنايا عندي
نص كاس ديال الطحين، غنزيد نص كاس ديال الماء، غادي نخلط مزيان. في الاول درت غير شويه الماء قد زعما حتى نشوف ياك ما غاديش يجيني جاري ساهله، يعني نص كاس بالضبط، قد الدقيق قد الماء، قد الدقيق قد الماء. غنزيد واحد شويه تاع الملحه، تقدروا ما تزيدوهاش الا كنتو غديروا لي صوص. انا حيت كي قلت لكم ما كنبغيش لا سوسوا كتجيني حاره ديال لا صوص الصوجا كتجيني مره شويه ما تنقدش عليها، كنفضل هكا. الوغ هنايا غادي نحط هذاك البودان ديال الرز في داك البيض الدقيق والماء عفوا، غادي نديرو غادي نهزو من هنا، غنحطو في لاشابلور، غنديرو ليه ونحطو في الزيت تكون سخونه صافي، وغادي نديرو يتحمر على الجويه كلهما غادي نحمرو. تقدروا تقطعوه على نص الا كان غيجيكم، الا غيغلبكم مثلا تقدروا تقطعوه على نص وتقليوه. انا هنا راه درتو في المقله، كنقلب كل جهه حتى كتحمر كما شفتوا صافي. غادي نحطو يبرد. هنا غناخد لافوكا اللي غادي نزين بها. انا عندي هاد لافوكا شويه طايبه، هي ما خصهاش تكون طايبه وما تكونش قاصحه، بين وبين. انا هذه لقيتها شويه طايبه شويه زايده، داكشي باش كرفصاتني في تقطع، جاتني صعيبه في تقطع. لما هي من الاحسن تاخذوها ما تكونش طيبه وما تكونش قاصحه. من بعد كما شفتوا غادي نحاول نهزها، غنحيد لها دوك الجناب هكا وغادي نهزها، غنحاول نحطها فوق البودان ونستفع فيه مزيان. هنا عصرت عليها شويه ديال الحامض باش ما تاكسد، ديال الداخل اللي كنديرو على الداخل ماشي مشكل، لانه كي قلت لكم الرز راه الرز فيه الخل. شفتوا هنايا راه لقيت معها مشكل باش تزكى، لان هي كنقيسها ديال هذا. خذوا لافوكا اللي تكون ما طيباش وما قصحاش. غادي نعاود نقادها مزيان هكا بسلوفان، وغنعاود ندير ليها نصوبها في الحصيره باش تشد ليا الفورمه مزيان، لان هكا كنتحكم فيها ماشي بحال صافي. من بعد غادي نسالها، غادي نحطها في الثلاجه شويه هي باش ديك لافوكا تشد شويه في الورق تاع النوري. وغادي نبدا تقطع ديال السوشي اللي عندنا هنايا. هذا هو الاولاني، الرولو الاولاني اللي صوبت معكم كما كتشوفوا هنا. يعني راه ماشي انا خليتهم غير حتى ساليت كل شيء، عاد جبتهم كنقطعهم. نتوما شفتوا كيجي. واحد الحاجه اللي صوبناها في الدار بطبيعه الحال راه ماشي بحال الا شريناها صافي. غادي نبقى بهذه الطريقه كنقطع. تقدروا تقطعوا كل بوده على 8 او على 10 او على حتى على 12، يعني نتوما اللي غادي تحكموا في العرض ديال السوشي كي بغيتوها تكون واش غليظه ولا رقيقه. انا كما شفتوا هنايا شحال خرجت ليا، وكما انا ما عرفتش تيبان لكم تيبقى الروز كيبان حبيبات. انا قطعت النص الاولاني 6 والنص الثاني 6، يعني عطاتني 12. بالنسبه البودان الاخر نفس الطريقه كنقطع من الوسط، وكل نص كنقطعو على 6 او لا 5 ديال الدوائر صافي. غادي نكمل هكا بنفس الطريقه. غير ما بين كل قطعه وقطعه نشحو الموس، لانه كيكون مغطاس هكا كيبدا يلصق تيجي صعيب. من الاحسن كما شفتوا نمسحوه ونعاودو نكملو. كما شفتوا هنايا هادي قطعتها فيها غير 5، ما خرجش ليا فيها 6. عرضتها شويه علاش؟ لانه الروز ماشي بحال
ماشي بحال إلا كنتي حاطة غير ديال النوري كتجي تقطيعها ساهلة واخا ترققيه كتجيك ساهلة، ديال الروز كيبغي هكا يبدا يهرب، هادي حتى هي ديال طون. في الحقيقة والله العظيم إلا جا واعر جا زوين بنين، يعني بالنسبة للي بغاو ليصوص أنا نسيت ما صورتش معكم لاصوص ديال الصوجة ولا هادي يحطوا لاصوص ديال الصوجة وكيديروه اللي بغا الحار خلط الحار مع المايونيز، أنا فضلتهم غير هكاك كليتهم غير هكاك فقط، وانتما راه تيبقى لكم الاختيار تقدروا تحطوا معاهم ليصوص، هما كاينين ليصوص اللي كيتباعوا واجدين ديالهم كتقدروا تخلطوا غير المايونيز مع الحار اولا لاصوص ديال اولا الصلصه ديال السوجه. بالنسبه لهنا هانتوما شفتوا هذا ديال لافوكا جاني شويه صعيب تقطع على ود لافوكا لان ما بغاتش تزكاليه، ولكن واخا هكاك جا زوين جا رائع كما شفتوا. غير عودوا زيروا حاولوا شويه تزيروا شويه البودان باش ما يجيكمش خاوي من الوسط. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكملها. وهنايا هانتوما هذا ديال المقلي راه فيه واحد القرمشه، راه كان زعما بغيت نخلي الصوت ما كانش ممكن نخليه، حتى هو غادي نقطعو وغادي نحطهم. وهادو بطبيعه الحال غتاكلوهم بيديكم اولا بالفرشات، يعني العواد ماشي ضروري، واللي بغاهم راه يقدر ياخذهم. انا حنا كليناهم كل واحد كلا باش بغا. المهم هذه هي التشكيله اللي عندي كتخرج كميه، يعني تبارك الله راه الا عندك الضياف راه غادي تخرج لك 5 ديال لي بودان، راه تبارك الله راه خرجوا كما كتشوفوا الاشكال كلشي هنا كنوريكم الاشكال اللي كاينين، خرجت لي هذه الكميه. وداكشي اللي بقى عزلته حتى هو، ها هو هادو هما اللي بقاو، يعني واحد الحاجه اللي كديروها في الدار تفرحوا بها وليداتكم، وحتى الضيف اللي عندكم تقدروا تزيدوها مع لي كلا الاخرين، وساهلين وبساط وماشي ضروري نقولوا لا ما عندناش كي قلت لكم حوت، يعني نقدروا نديروا هادشي اللي عندنا في الدار. وكنتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليا بتعليقكم، واذا عجبتكم قناتي ديروا جيم وشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصل جديد. استودعكم الله.